اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله شرح السي شارب. طبعا لو اول مره تشوفني انا فادي، انا فول ستاك ديفلوبر، وهدفي هنا ان انا اطورك لسوق العمل ببلاش. طبعا لو اول مره تتفرج عليا روح اتاكد ان انت عملت لايك وسبسكرايب واتفرج على الحلقات القديمه، ويلا بينا نروح على البرنامج. طبعا احنا ما وصلنا للبرنامج بتاعنا. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن اللوبينج. يعني ايه لوبينج؟ يعني ان انت تلف على الحاجه كذا مره. بمعنى دلوقتي مثلا لو انا عايز اطبع كلمه هلو، مثلا نقول 5 مرات، طبعا الطبيعي ان انا اعمل كنترول سي دبل تاب واقول له مثلا هلو، وهروح واخدها كده كنترول سي، واروح طابعها تحتيها كنترول في واحد، كنترول في، كنترول في، كنترول في. طبعا دي بره الواس، اروح ماسحينها اقول له كنترول في. دي الطريقة اللي انا كنت اقدر اطبع بيها 5 مرات زمن. بس دي حاجة لو فكرت فيها تلاقيها حاجة غير منطقية تماما. ليه؟ لان البرمجة اصلا هدفها ان هي تسهل عليك مش تصعب عليك. ولو جيت تفكر فيها برضو تلاقي ان انت عايز تكتبهم 5 مرات ولا عايز تطبعهم 5 مرات. عايز اطبعهم 5 مرات بس اكتبهم مرة واحدة. عشان كده اخترعوا طرق لللوبينج. يعني ايه اللوبينج؟ يعني ان انا الف على الحاجة عدد المرات اللي انا عايزها. طبعا هنتكلم عن 3 حاجات في اللوب النهاردة. هنتكلم عن اول حاجة فور، بعد كده في وايل، وبعد كده في فور لوب. النهاردة هنتكلم عن الفور بس. في كل اللي احنا هنعمله هنروح عاملين فور وندوس دبل تاب جنب. لو انا عايز دلوقتي اطبع مثلا زي ما قلنا سي دبليو دبل تاب هلو كده، دي اول حاجه الاي دي، الرقم اللي انت هتلوب بيه، الرقم اللي انت عايزه. هنا بيقول لك بيساوي صفر والاي اكبر من، هتحط لها قيمه ما بينهم هتكونهم. يعني ايه؟ مثلا دلوقتي لو قلنا من 0 ل5 كده هيعملها 5 مرات. بس خلي بالك من حاجه، لان هي بتبدا من صفر. هتديك ال5 مرات بتوعك، بس هتبدا من صفر. هتعد 0 1 2 3 4. لو عديتهم هتلاقيهم 5 بس هو شكلهم 4. وهتدوس كنترول F5 اهم. طبعا معاك كم مرة؟ 1 2 3 4 5. تمام. ركز بقى في حاجة لأن دي بتبقى مهمة وفي ناس كتير ما بتاخدش بالها منها. الاي بلس بلس دي معناها ايه؟ الاي بلس بلس دي من غيرها اللوب مش هتوقف. ليه؟ يعني لو جينا نجرب هنا واحنا ماسحينها، قلنا كنترول F5 اهو، بص معايا كده، طول ما انت نازل ما بتخلص. بص السهم بيجري اهو، بص كل ده شغال، كل ده لحد الاخر، لحد اخر الكونسول. بص لو قعدت تطلع، لو قعدت تطلع مهما تطلع واحد. ليه؟ الاي بلس بلس دي بتعمل ايه؟ بتعمل دلوقتي ان انت لما بتخش انت بتقوله ان الانت الاي بتاعتها من 0 ل5، فكده هتتعاد 5 مرات. فاول مرة بيروح عاملها 0، يروح مزود عليها 1. هتقف امتى؟ لما هتبقى الاي بتساوي 5 او اصغر او اكبر من 5. اول حاجة هيبدأ بالاي بصفر، هيزود 1، بعد كده الاي ب1، هيزود 1، بعد كده الاي ب2، هيزود 1، بعد كده الاي ب3، هيزود 1، بعد كده الاي ب4. هيجي لغاية هيزود اللي بعديها هيلاقيها 5، هيقولك لا هقف لغاية هنا. فالاي بلس بلس دي اهم حاجة ان انت ما تنساهاش، لان هي دي اللي ممكن تخليك تلوب على الحاجة للابد. يعني تلوب على الحاجة لحد ما الكونسول عندك يخلص. ايه الحاجة التانية اللي في الاي دي لازم تاخد بالك منها؟ الاي دي مش لازم تخليها تزود 1، ممكن تخليها تزود 2. لو عايز مثلا توصل من 1 ل100 اعداد زوجية، خليها تزود بالاتنين. مثلا لو عايز تزود بالتلاتة، لو عايز تزود بالخمسة. بس هتعملها ازاي لما تيجي تزود غير الاي بلس بلس؟ لما بتكون زائد 1 بتكتب اي بلس بلس وخلاص. لكن لما بتكون عايز تزود اكتر من كده تقول له الاي بتساوي مثلا اي مثلا بلس 3. كده هيزود بالتلاتة. ركز معايا فيها. لو جينا هنا دوسنا كنترول F5 اهو، ليه عملها لك مرتين بس؟ لان هو اول واحدة كانت بتساوي 0، زود عليها 3 بقت بتساوي 4 او بتساوي 3 مثلا. لو زود عليها 3 تاني هتعدي ال5 الرقم اللي احنا مدينهوله. فهو عملها على مرتين بس. لو عملتها على مثلا، لو قلنا دي خليها مثلا
اي رقم. لو قلنا مثلا دي خليها 100 وعايزينه يكبر بالخمسة، اقول لك تشيلها اللو دي خالص وخليها مثلا يطبع لنا النمبر اوف اي، الرقم اللي احنا عاملين عليه الدوشة دي كلها. كنترول F5 اهو. بص طبع ايه، 0 5 10 15 20 25 30 لحد ما وصل ل95. لو عديتهم هتلاقيهم معاك المفروض 100، بس هو هنا بادئ من الصفر. لو عايز تخليها هنا يبدأ من الواحد عادي، دوس برضو كنترول F5 بس هتلاقيه كده، تلاقيه قل عن 100. لازم هنا تعمل أكبر من أو يساوي 100 علشان تلاقيه يجيب لك نفس الأعداد. 1 6 11 16. ليه؟ لأن أنت مخليه يبدأ من واحد. هو بدأ بواحد وزود عليها 5 بقت 6، بدأ من 6 وزود عليها 11 لحد ما وصلت ل96، وطبعا ما يقدرش يعدي 100. بس كده الدرس بتاع فور واللوبينج أول جزء فيه خلص. إن شاء الله استنونا في الدروس الجاية، ويا رب يكون الدرس عجبكم. بس كده ومع السلامة.